على مطالبات بعض أعضاء البرلمان بأن الرسوم اللي المفروض تبقى موجودة على فاتورة الكهرباء لرفع القمامة ان هي تتشال خالص من الفاتورة، ملهاش لازمة. هو الحقيقة يعني انا كنت بقى احمل وجهة نظر مختلفة شوية. ووجهة نظري مش ان انا ارفع حاليا الفلوس، ولكن انا عايز اعرف انا مواطن مصري ما اناش جاي من كوكب ثاني. كل ما بتجيلي فاتورة الكهرباء بلاقي 9 جنيه رسوم نظافة. فين النظافة اللي بتحصل عند بيتي انا كنائب؟ اهو مين اللي جه شال النظافة من عندي؟ انا بحط كيس الزبالة في عربيتي واقعد الف عشان ادور على اقرب صفيحة زبالة او صندوق زبالة، يعني مفيش. بلاقي نقطة تجميع بروح رامي فيها زي اي مواطن مصري. انا نائب اهو بقول الكلام ده. يبقى اذا انا لا شايف خطة ولا شايف حاجة جديدة بتتعمل ولا شايف اي محاولات لحل مشكلة تماما. طب ايه بقى المليارات اللي عمالة تتلم على فواتير الكهرباء دون عائد؟ احنا مش هنطالب الاول بان احنا نلغي الفلوس دي من على فواتير الكهرباء، ولكن انا الحملة اللي انا بشنها ان لو سمحتم يا سادة يا مسؤولين يا محافظين يا تقعدوا معانا وتدونا خطة استراتيجية محترمة نقتنع بيها انها هتحل مشكلة الكمامة، يا اما شيلوا ال9 جنيه والاعباء اللي انتوا حاطينها على المواطن على الفاضي ديت. يا اما يبقى الموضوع جايب ثمنه يا اما تتشال. الو يا فندم. ما انا بقول لحضرتك يعني اللي هو باختصار